من يوم ما اتجوزت وانا شغالة في نفس المكان اللي كنت شغالة فيه وانا في بيت اهلي، بس للأسف الشغل بتاعي بعيد جدا عن بيتي، وعلشان اوصل الشغل في ميعاده لازم اخرج قبل الميعاد بتاع الشغل بساعة. طبعا الساعة دي بتأثر عليا جدا في الشغل لان انا ست بيت وعندي بدل الطفل 3. طبعا علشان احنا في اجازة بيناموا براحتهم وبضطر ان افضل صاحية لحد ما اطمن ان هم ناموا. من زمان وانا حلم حياتي اشتري عربية، وفعلا ابتديت ان انا احوش واعمل جمعيات لحد ما كونت المقدمة بتاعة العربية. استنيت جوزي جه من الشغل وقلت له خلاص انا قبضت اخر جمعية والفلوس بتاعتي بقت كلها جاهزة. لقيته بيقول لي طيب كل حاجة تمام؟ قلت له ايوه الحمد لله. قال لي خلاص العربية بقى يا حبيبتي لازم تتكتب باسمي. قلت له ليه؟ قال لي هو كده. ازاي العربية تتكتب باسمك؟ انا راجل انت ست، ما ينفعش يبقى في حاجة باسمك اصلا. قلت له بس دي فلوسي. قال لي فلوسي وفلوسك واحده. ومن ساعتها وانا مش عارفه اخد منه ولا حق ولا باطل، وبصراحه ما رحتش اشتري العربيه لاني خايفه جدا. يا ريت تقولوا لي اعمل ايه. انا جوزي مسافر بياخد اجازه بسيطه جدا في السنه، يعني بيجي يقعد كام يوم ويمشي تاني. دي الاجازه كالعاده واجازته خلصت وخد بعضه وسافر تاني يكمل شغله. مر شهرين واكتشفت اني حامل. طبعا عرفت حماتي واخوات جوزي وعرفت جوزي، فرح جدا مع ان ده كان تاني حمل ليا. الايام والحمل كبر، بس بصراحه كنت تعبانه قوي لان انا حملي على طول من اوله لاخره بقضيه طلق. وطبعا بسبب الطلق الدكتور اضطر انه يولدني قيصري في الشهر السابع. ولدت وابني دخل الحضانه، لكن اخت جوزي بعد ما ولدت فضلت تتكلم عليا وقالت لجوزي ان انا اكيد خاينه وكدابه وان انا والده في الشهر التاسع، ان الولد ده مش ابنه. وفضلت تشككوا فيا لحد ما جوزي فعلا شك فيا، وطبعا انا اتصدمت جدا لان جوزي شك فيا. نزل مخصوص من السفر، عملنا دي ان ايه واثبت ان ده ابنه. طلبت الطلاق بس هو رفض وجاب لي دهب وصالحني. حاليا هو عايزني اصالح اخته بس انا رافضه. يا ريت تقولوا لي اعمل ايه لان بصراحه عمال يضغط عليا جدا وانا مش راضيه.